أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 96 من كرة مع العمدة، والحلقة 28 من حلقات الموسم الرياضي 2022-2023. عشان تحكم على أي فرقة حكم صحيح ما ينفعش تحكم وأنت قاعد تتفرج عليها من البيت أو حتى من المدرجات. لازم تكون عايش مع الفرقة وكأنك واحد منها، واكل شارب نايم معاها، بتشوف التمرين بيحصل فيه إيه، بتشوف المدرب بيقول إيه للعيبة قبل التمرين وبعده، بتشوف المدرب بيبقى عامل ازاي في اوضه اللبس خصوصا بين الشوطين، بتشوف اللعيبه عامله ازاي مع بعضها، بتشوف مجلس الاداره بيتعامل ازاي مع اللعيبه والجهاز الفني. ساعتها بس هتبقى عارف ليه فلان بيلعب وعلان ما بيلعبش، ليه فلان بدأ اساسي في الماتش ده بالتحديد وليه علان قاعد على الدكه، ليه التغيير ده تم في الدقيقه 70 مثلا وما تمش في بدايه الشوط الثاني، ليه طريقه اللعب اتغيرت من ماتش للتاني. موضوع كبير قوي يا جماعه، موضوع صعب تحكم عليه وتقول رايك وانت قاعد قدام التلفزيون وعمال تكتب على الفيس، شويه تهاجم المدرب وشويه تحط على الاداره وشويه تشتم وتلعن في اللعيبه واللي جاب اللعيبه. لو انتوا شايفين ان الكلام ده ممكن يعمل فرقه محترمه تنافس على البطولات، كان الكلام اللي بيتقال ليل ونهار في الاستوديوهات التحليليه نهض بالكره المصريه. انا مش بقول لك لازم تقول حسام حسن احسن مدرب في العالم او الهزيمه من فاركو حلوه وجميله، انا بس عايزك تعرف ان الجمهور دورك هو التشجيع والمؤازره خصوصا وقت الشده. لو عايز تنتقد حاجه لازم اولا يبقى في حدود الادب والاحترام، ثانيا لازم تبقى عارف كل صغيره وكبيره عن الحاجه اللي هتتكلم فيها. انا عن نفسي عملت 95 فيديو عمري ما اتكلمت فيهم عن طريقه اللعب ولا عن التشكيل ولا عن التغييرات، لان ببساطه شديده انا واحد من الجمهور، يعني لا انا خبير كروي ولا انا عايش مع الفرقه عشان اتكلم في تفاصيلها، ولا انا عارف ايه اللي في دماغ المدرب، لكن انا واحد عندي عقل. عشان كده هسألك سؤال، تفتكر لما تكون بتلعب ماتش ولسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وهوب تقوم لابس جول في اول نص دقيقه، يا ترى ده موقف سهل على اللعيبه والجهاز الفني؟ اكيد طبعا لا. موقف زي ده اكيد هيعمل دربكه في الفرقه واهتزاز في المستوى، وفي المقابل معنويات الفرقه التانيه هتبقى في السماء وطموحاتها هتزيد. يعني بدل ما هي كانت عايزه نقطه وشكرا على كده، بدات تفكر في الثلاثه بونت. طيب حصل اللي حصل وما عرفناش نعوض بسرعه او نتعادل في الشوط الاول، يشاء القدر اننا نلبس جول تاني في اخر الشوط الاول. يعني بدل ما تدخل اوضه اللبس وانت مطلوب منك تسجل هدف عشان تتعادل، دخلنا واحنا مطلوب مننا نسجل هدفين. تفتكر برضه ده موقف سهل على اللعيبه والجهاز الفني؟ اكيد طبعا لا. وعشان كده نزلنا الشوط الثاني نهاجم بكل خطوطنا، لان مفيش حل تاني غير كده. سجلنا جول وكان ممكن نجيب الثاني ونتعادل على الاقل لولا القائم وحارس مرمى فاركو. انا مش هقول لك ان الهزيمه من فاركو سببها التوفيق وعدم التوفيق، لان اكيد في اخطاء، بس مش مقبول ابدا ان بعد كل هزيمه نحط على الفرقه. لازم ندعمها، واي حد زهق من تشجيع النادي المصري وما عادش قادر يستحمل الهزايم والتعادلات واهتزاز المستوى، يتفضل يروح يشجع فرقه تانيه بدل ما يقعد يشتم ليل ونهار على الفيسبوك. يروح بقى يشجع الاهلي ولا الزمالك او حتى بيراميدز وفيوتشر. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.